سنة 1996 اجتمع مجموعة من كبار الفنانين والنقاد عشان يختاروا قائمة أحسن 100 فيلم مصري في القرن العشرين، وده كان بمناسبة مرور 100 سنة على أول عرض سينمائي في مصر. فيديو النهارده بقى عن أحسن 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. طبعا مش هنقول ال 100 فيلم كلهم في الفيديو دوت عشان مدة الفيديو، بالتالي هنقسمه لبارتات، كل 10 فيديوهات في بارت، وهنبدأ من الآخر للأول. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك عليه وتعملوا فولو كمان عشان تشوفوا بقية القائمة. يلا بينا نبدأ قائمة أفلام النهارده. الفيلم رقم 100 معانا هو فيلم الزوجة ال 13، وده بطولة رشدي أباظة وشادية وحسن فايق وعبد المنعم إبراهيم، وإخراج ملك الإخراج الكوميدي فطين عبد الوهاب، والفيلم كان إنتاج سنة 1962. والفيلم ده من امتع الافلام اللي انتم ممكن تشوفوها، وبيدور حوالين شخص مزواج وبيحب الستات جدا وبيتجوز كتير وبيقع حظه مع زوجه اخيره هي اللي تعلمه القلب. الفيلم اللي بعد كده واللي رقم 99 في قائمه احسن 100 فيلم مصري وهو فيلم دنانير، وده بطولة ام كلثوم وسليمان نجيب وعباس فارس، واخراج احمد بدرخان. الفيلم ده انتاج سنه 1940، وفيلم بيدور حوالين فتاة بدوية صوتها حلو وبيدور في عصر هارون الرشيد. فيلم ممتع جدا من الافلام الكلاسيكية اللي هيعجبكم جدا. فيلم رقم 98 وهو فيلم الرجل الذي فقد ظله، بطولة ماجدة وكمال الشناوي وصلاح ذو الفقار، والفيلم انتاج سنة 1968 وبيدور حوالين ثورة 52. فيلم الرجل الذي فقد ظله اخراج المخرج كمال الشيخ. فيلم رقم 97 في قائمة النهارده هو فيلم أنا حرة. فيلم أنا حرة إخراج المخرج صلاح أبو سيف وبطولة لبنى عبد العزيز وشكري سرحان وحسن يوسف، وطبعا مش محتاج أشرح لكم قصة الفيلم لأنها واضحة من الاسم. الفيلم رقم 96 وهو رائعة من روائع نجيب محفوظ وهو بين القصرين للمخرج حسن الإمام، وبطولة يحيى شاهين وصلاح أبيل وأمال زايد وعبد المنعم إبراهيم وكوكبة كبيرة جدا من أقوى النجوم. بين القصرين انتاج سنة 1964. الفيلم رقم 95 في قائمة النهارده وهو فيلم السمان والخريف، قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ واخراج المخرج الكبير حسام الدين مصطفى، والبطولة لمحمود مرسي ونادية لطفي وعبد الله غيث ومجموعة كبيرة جدا جدا، وطبعا الجامد جدا عادل أدهم. الفيلم اللي بعد كده ورقم 94 هو فيلم الجبل اخراج خليل شوقي وانتاج 1965، بطولة صلاح أبيل وسميرة أحمد وعبد الوارث عصر. فيلم الخطايا هو الفيلم اللي بعد كده واللي ترتيبه 93 في قائمة أحسن 100 فيلم مصري، واللي بطولة طبعا عبد الحليم حافظ وحسن يوسف وعماد حمدي. فيلم الخطايا انتاج سنة 1962 واخراج المخرج الكبير حسن الإمام. الفيلم رقم 92 وهو فيلم المنزل رقم 13، قصة واخراج كمال الشيخ، انتاج سنة 1952. فيلم المنزل رقم 13 بطولة فاتن حمامة وعماد حمدي ومحمود المليجي. الفيلم رقم 91 هو فيلم غرام وانتقام، وتاني واخر اعمال المطربة والممثلة اسماء، والفيلم انتاج سنة 1944. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وفولو عشان تشوفوا بقية القائمة، وتكتبوا لي في الكومنتات متوقعين افلام ايه هتكون موجودة في قائمة احسن 100 فيلم مصري.